خبير الزلازل قبل قليل يصدم الناس، بل يصدم المغاربة، ويقول أنه قد تحدث قبل أو بعد أيام قليلة من المحتمل أن لا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر. إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد أن يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا، وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي، ويجب أن يكون على دراية بذلك. حيث تنبأ مجددا العالم هوغر بيتس أنه من الممكن أن يحدث تسونامي بعد أيام قليلة، ويقول أيضا إنه قد تحدث بعض تجمعات من الزلازل القوية في الفترة ما بين 15 إلى 17 سبتمبر تقريبا، إلا أنه أشار إلى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات. هذه تنبؤات جديدة تنبأ بها العالم الهولندي هوغر بيتس غير صباح هذا اليوم بخصوص التسونامي، الذي قال على أنه إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال، إسبانيا أو كذا المغرب، فعليك أن تكون على دراية بما سيقع. لكن هذه فقط تصريحات وتنبؤات واحتمالات وتوقعات، العلم لله ما ينتظرنا بالغد، فلا تخافوا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فقط هذه توقعات ولا يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار أو على محمل الجد. شكرا على طيب الاستماع، إلى اللقاء، السلام عليكم.